راستيجي يعني جن راسي تندي برتي يعني هين حتى أنا دبنا بينا مسيدة جنتين كشتن جنتين اغتصاب كرن يعني هذه زور زحمتية دكشيني أو تايبات جن يعني تما اللي حتى أنها هي جن وك أمبيجن تي قتل كرين جن أمبيجن تي اغتصاب كرين جن تي رواندن حتى أنوكا اللي أنا أو دمدما بري تشو يعني أنا دمدما آزادية يعني بفكروا رماني ريبر أبو جن إيرو بيشنتية دكه جن هر جيده هر مجالي ده جي خو امبيجن قرده يرو جن دسبيكا امبيجن بري 5000 سال جن امبيجن جواك بو جن هر تشبو يعني تتفرق وجوداتي دنابينا جن والظلام ده تنبو يعني كما يعني كرن فرقين بين جن والظلام ده تشي كرن اجا جاردم دخوازم وي سيستمي ام وغرينن ام وك هدي ام تشي بكن نابينا قبا جن والظلام ده او يعني تشوا بيجي او حقدا او بيجي مثلا كما انا هرتج دبي الجن بر ام تخازم هي تشتي ام قشي راهي جيني برا وك هبي تشي ببي برا جن الزلام قبول بك الزلام جيني قبول بك يعني حتى كنجي او مجيه ذكوري وبمين يعني ام تخازم هي مجيه ذكوري ام بحلينين يعني انا وقت ام بيجن بداري زوري ام جمالي ما درخصن ام كوتش بركرن انا ام دكامبا د جيان دكن ما او جينه تونديه هري مزن اول ام بيجوك مثلا انا جيني الساحل جيني سويدا او جي دبرت عبي اهلي خود هاتن اغتصاب كرن هاتن كشتن ما او جينه تونديبو او جي هري تونديا يعني مزن او بو يعني هين حتى انا ام بيجن مثلا راس ام قهاشتني استا ازاتيه اللي هن هنك جني ما هن نابنا 4 ديوارا دهيه يعني ام تخوازن ام خبيني هرجني او فكري بري او جن وي فكري كبير بك فكري نه فكري وقنقو ام بيجن فكري ازاتيه تسري خوكن يعني دما تديد الدهي اداري دجي او اتفاقي نابنا هو المظلوم عبدي ده نابنا احمد شرع دجي تشيبو ام خوازي او اتفاقيه دهي اداري جي بيغوري يعني وك كوشبري ام بيجي كوشبري سريكاني غريسي بي عفريني ام بقر جواري خو يعني برزي زور زحمتيه كيد بيني جاد الجن وافزارو كدبين احنا يعني من وقت ما طلعنا احنا للعنف فعلا المراه تعرضت للعنف من وقت طلعنا من بيوتنا وما زلنا تحت العنف يعني اليوم احنا مخيم يعني كل شيء جاد يصير على بالنسبه للمراه كل الحمل على المراه هي الاساس كلياته يعني هالشيء هذا كله ضد المراه يعني كله عنف على المراه سواء على البيت سواء على المجتمع سواء على يعني كله هذا عنف بالنسبة للمرأة كله هذا يعتبر عنف على المرأة يعني المرأة تعرض كل شيء بالنسبة للتحديات هي المرأة قاعدة تتعرض وتتحمل كل شيء المرأة لأنه تتحمل المواقف هاي كلياتها ورغم من العنف ورغم هالشيء هذا المرأة تظل زاد صاملة يعني تتحمل كل شيء بالنسبه للعنف تقاوم ضد العنف بسبيل انه ترجع على بيتها ترجع على ارضها ترجع على ناسها على اهلها لانه هاي معيشه المراه هنا بالعربي يعني النساء اكثر الاحيان تتعرض للعنف طبعا العنف هو مو اكثر شيء بيكون يمكن يكون من الاب او الاخ لا يمكن يكون العنف كمان وبحد ذاته مزبوط 100% انه العنف كمان من النزوح يعني هلا نحن كنساء بهالمخيم انه نحن كمان صاير عنا عنف اقتصادي صاير عنا عنف بضيق المكان صاير عنا عنف مع المجتمع صاير عنا عنف حتى عنف نفسي انه نحن مثلا هالعيله كلياتها بهالخيمه بالشتاء برد بالصيف حر عنا معاناة كتير كبيرة من ناحية المياه من ناحية التدفئة هذا كلياته بيعتبر عنف للمرأة نتمنى أنه تكون في حلول وما تبقى العالم ترجع على بيوتها مشان ينزح العنف عن المرأة.